اخر اخبار النادي الاهلي وكل مستجدات النادي الاهلي، خلينا نتكلم على اهم ملف في النادي الاهلي، وهو ايه بقى؟ ملف تجديد اللعيبه، اللي هو ياسر ابراهيم وامام عاشور وهاني وشوبير. كل الناس بتتكلم على الموضوع دوت في الشارع، ما فيش حد بيتكلم الا على موضوع امام عاشور وادم وطني والنادي الاهلي. طب النادي الاهلي هيعمل ايه مع امام عاشور؟ طب امام عاشور ساكت ليه ما بيتكلمش مع ادم وطني؟ يا الاهلي بيقول لك احنا ما بنتعاملش اصلا مع ادم وطني، ولا في وكيل اسمه كده احمد يحيى هو اللي قدامنا. طب ادم وطن بيطلع يتكلم ليه ويقول تصريحات؟ لسه اخر تصريحات بتاعت ادم وطن لما طلع وقال لك احنا كنا واخدين وعود ان احنا نبقى امام وهنجيب عقد. طب الاهلي بيقول لك ما بيجيش عقد. طب ما النهارده شوبير في الراديو بيقول لك كونيا سبورت ديت عاوزاه وبيضغطوا عشان امام عاشور، وعاوزين حتى يرفعوا المبلغ المالي شويه عشان ياخدوه. كل الكلام ده اللي بيتقال في الشارع وبيتقال في الاعلام كل يوم. طب امام عاشور لغايه دلوقتي بيقول لك انه ما نزلش التدريبات. اي أيوة والله العظيم. يعني لغايه دلوقتي على كلام شوبير، هتقول لي انا لجنه وانا زملكاوي، ايوه انا زملكاوي، بس على كلام شوبير في الراديو، ويرجع بقى ان شوبير هو بيقول لك ان لغايه دلوقتي امام عاشور لسه ما نزلش التدريبات، ولغايه دلوقتي بيتدرب لوحده، ولغايه دلوقتي عموته ما شافهوش، والماتشين ولا الثلاث ماتشات اللي الاهلي عملهم في المعسكر بتاع اسبانيا امام عاشور ما شاركش فيه لغايه دلوقتي. رغم ان امام عاشور كانوا بيقولوا ان هو شاد، عنده شد من ماتش الارجنتين، وكان عاوز يكمل لولا الجهاز الطبي اللي مرضاش يخليه يكمل. لو عنده تمزق هنقول ماشي، تمزق بقى كل الفتره دي. طب امام عاشور لغايه دلوقتي لو عنده شد هو ما نزلش لغايه دلوقتي التدريبات، ولا بيلعب مع النادي الاهلي ولا بيشارك. حتى عموته بيقول لك راح للجهاز الطبي وبيقول لك، بيقول اديله وضعه هيكمل ولا مش هيكمل. بيتكلم مع الاداره، هو واحد دلوقتي جزء مهم في النادي الاهلي، نبني عليه خطه ولا هو مش موجود امام عاشور. والاهلي لغايه دلوقتي بيقول لك انا في ايد الورق الرابحه. يا باشا هات لي عقد بالمبلغ اللي يرضي النادي الاهلي، مش عاجبك انت هتفضل في النادي الاهلي السنه سنتين، ولا هنزود عقدك ولا هنديك المبلغ اللي انت عاوزه ولا اي حاجه. والاهلي حط خلاص سقف بعد المردغانه اللي حصلت. وامام عاشور من حقه برضه يفكر في مصلحته، بيقول لك يا عم زيزو بياخد مبلغ كبير اشمعنى أنا؟ هو ده الموضوع اللي بين الاهلي وامام عاشور. لغايه دلوقتي لسه ما نزلش والله، لغايه دلوقتي ما يعرفوش انه هيخش القايمه بتاعت الماتش الاولاني في الدوري ولا لا. الاهلي هيلعب قدام اللي خلاص برشلونه كمان يومين ولغايه دلوقتي ما نعرفش موقف امام عاشور مع النادي الاهلي. حدث تاريخي الاهلي هيلعب قدام برشلونه، حدث تاريخي ان يعمل معسكر اصلا في اسبانيا وبيلعب 3 ماتشات ولا 4 ماتشات. لا وهيطلع منه فلوس كمان، واون سبورت هيتذيع، والكاشف بيقول لك هيجي على اون سبورت وهيقول. فاهمني؟ كل ده عوائد للنادي الاهلي وفلوس للنادي الاهلي، وليه حصه من التذاكر، حصه من البث. والاهلي يلعب بقى مع برشلونه. انت كمان بيقول لك رودري ممكن يتقدم في ماتش الاهلي ده. يعني الزغم الجماهيري حدث مهم، حدث حلو للنادي الاهلي. بس الاهلي معاه فلوس عشان هيرجع في طياره خاصه بعدها على طول، عشان بعد 3 ايام عنده دوري، مش هيستنى طياره عاديه. كل دي عوامل مهمه في النادي الاهلي. موضوع بقى ان النادي الاهلي يقوم عموته اسمه بن عمرو يصاب تاني يوم يجيب توفيق محمد. ايه يا ابني اللي بيحصل ده؟ ايه الموضوع بتاع الاهلي والمغاربه ده؟ كل ما يجيب لاعب من الاهلي يجيب لاعب من المغرب ياخد فيه. يعني يحيى عطيه الله ديت ما ينفعش، والحمد لله انه ما بينفعه. اشرف داري ما ينفعش، بالعمري ما ينفعش، بن شرقي هو الوحيد اللي واقف على رجله شويتين، رضا سليم ما ينفعش. ايه حكايه المغاربه مع النادي الاهلي؟ وبرضه الاهلي بيروح يجيب منهم صفقات. الاهلي ما بيتعلمش، اصل هو معاه فلوس اصلا مش فارقه معاه، فلوس كتيره. طب ياسر ابراهيم ايه حواره؟ ياسر ابراهيم نفسه يحترف وجاي له الشباب السعودي، ونفسه يحترف يا عم، وبيقول لك انا عندي 31 سنه ولا 32 سنه لما اروح العب سنتين في السعوديه واعمل شويه فلوس حلوين كده اهوت وامن مستقبله او مستقبل ولاده ومستقبل مراتي. بيقول لك ما كله بيحترف اشمعنى انا لعبت في كاس عالم. طب الاهلي عاوز يجدد له، بيقول له هنديلك مبلغ محترم. طب يا عم ظبطها، طب اديله يا عم. طب مصطفى شوبير ابوه هو اللي قام من بق شوبير نفسه، بيقول لك جاي له عروض، جاي له ايه بقى؟ النادي الدنمارك
بيقول لك ما النادي الاهلي قال لك لا 3 مليون دولار. جاله بعدها نادي تشيك بيقول لك هو اللي رفض العرض ده، واخر عرض هو كومو الايطالي، رابع الدوري الايطالي. يعني كومو رابع، وفابريجاز هو رئيس النادي وهو المدرب. ده عندهم فاران كمان، عندهم لاعب اسمه فاران، ولاعب بتاع ريال مدريد بتاع نص الملعب. لا وفرقه تقيله رابع الدوري الايطالي. انتوا متخيلين ب 2 مليون دولار؟ طب هيروح ولا لا؟ وسمعنا اخبار القاهره 24 قال لك اليوفنتوس عاوزاه، ومحطوط بعد مين؟ حارس بتاع الارجنتين. بعد حارس الارجنتين، لو ما عرفوش يجيبوا حارس الارجنتين اللي هو بتاع الارجنتين بتاع استون فيلا، هيكون شوبير هو اللي عليه العين. طب الاهلي هيسيبه ولا لا؟ طب الاهلي عاوز يقدره بفلوس معينه، هيديله كام؟ اللعيبه دي شافت مبالغ كبيره ما عادش انت عارف اصلا ترجع فيها. تمام. فدوت بقى ايه؟ برضو هاني برضو باك يمين منتخب مصر بيلعب في النادي الاهلي من ناشئين النادي الاهلي. طب قدره ماليا، بيقول لك هاني الاهلي عرض عليه 20 مليون، هو بيقول لك يا عم اديلي زي الشحات حتى، يعني اديلي زي الشحات. انت رضيت الشحات ترضيني، وانا ولادك مش احسن ما زي اكرم توفيق؟ وتقول لي بعد كده مبادئ واخلاق. اكرم توفيق ما سابك ومشي عشان مبلغ. رجالك لبسته الكابتن وبقى كابتن النادي الاهلي. فما مش عاوزين بقى نخش في مبادئ وبتاع. خلص وادفع، معاك فلوس جامده. سلام.